أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تقاربت القلوب قبل الآذان. محمد يقرأ ذلك الكلام العجيب، ذلك الكلام الذي يأخذ بالقلوب، وبصوته الجميل، وبلسانه الصدوق، وبوحي أنزل من فوق 7 سماوات يحق للأرض كلها أن تخشع. والله كل الجبال، جبال مكة تخشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بتلك القلوب الصادة إلا أنها اقتربت. بسم الله الرحمن الرحيم. وينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أولئك الكفار: والنجم إذا هوى. ثم نظر إلى الصحابة: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وبدأ يقرأ صلى الله عليه وسلم، وخشعت القلوب واقتربت الأفئدة، الكل منصت، الكل خاشع. عشرات الرجال، مئات الرجال مجتمعين حول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبر. وبدأ يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، الكل منصت، لا حراك، لا شيء إلا القرآن. القلوب كلها اجتمعت أبدا، لا صوت يعلو على القرآن، ما في شيء اسمه والغوا فيه. الكل منصت. أخذهم القرآن بعيدا إلى عالم آخر حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ينظر إلى الكفار: أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.